طبعا اليوم الوقفة الاحتجاجية الأولى لخريجي كليات الطب 2022 و23 و24. يجوز يعني بعض الناس ما تعرف انه الارتباط بين خريجي كليات الطب والتأخير اللي يسبب عدم تعيين دفعة من الدفعات. خريج كلية الطب أول تعيينه هو مقيم دوري، وبعدين تدرج طبي، وبعدين إقامة قدمة، وبعدين دراسات. فتأخير أي حلقة من الحلقات راح يساعد على تأخير الواقع الصحي والعلمي للطبيب ويهدد حياة الطبيب. اللي صار انه تأخير دفعة 24 كان سبب رئيسيا في تأخير توزيع التدرج الطبي وتأخير الإقامة القدمة، وبذلك تأخير المرحلة الدراسية والعلمية للطبيب العراقي، وهذا يشكل تهديد خطير للواقع الصحي والتعليمي وتهديد حقيقي لحياة الطبيب المستقبلية. احنا 3 دفعات 22 و23 و24. المفروض هسه احنا بهذا الوقت ننفك يعني بالنسبه لدفعه 22 تنفك للاقامه القدمه، مطالبين بدراسات، لان اللي قبلنا مواعيدهم الوزاريه خلصت، والمفروض هسه هم حاليا يقدمون بعد سنه دراسات، والمستشفيات فارغه حاليا من المقيمين الاقدمين خلال فتره 1/10. بالنسبه لدفعه 24 المفروض حاليا هو وقت تعيينهم، لان دفعه 23 صار لهم اكثر من سنه بالاقامه الدوريه، والمفروض ايضا ينفكون بالتدرج، وهاي عباره عن عجله يعني لازم تستمر، ما يصير انه يعني يصير بها تعطيل. احنا حاليا وقفنا وقفه حاليا، وان شاء الله بالايام القادمه اكو وقفات اخرى، وبحالات انه ما صارت استجابه لهذه الوقفات السلميه طبعا اكو وقفات اخرى، واكو اجراءات ايضا اخرى في سبيل انه يصير هذا التعيين او سير عجله التدرج الطبي. أكيد اليوم أملنا كبير بالمسؤولين في الوزارات وخصوصا وزارة المالية ووزارة الصحة من أجل إطلاق تعيين دفعة 24 لضمان سلامة السلم الوظيفي في البلد، لأن بالتالي الحاصل الأكبر من هذا الموضوع حتى يوصل الطبيب إلى مرحلة الاختصاص. أكيد اليوم البلد محتاج إلى كفاءات جديدة ودماء جديدة، فتوقف التدرج والسلم الوظيفي في البلد يعني بداية لانهيار المنظومة الصحية بالبلد.